بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، ترددت كتير إن أنا أعمل الفيديو ده، لأن ممكن الكلام اللي هقوله في الفيديو هيزعل مني ناس كتير، ولكن إن كان الفيديو ده حق وبوصل فيه معلومة صح للناس عشان محدش ينصب عليها او يضحك عليها، فانا هقول اللي نفسي فيه، واللي يزعل يزعل، مش هتفرق معايا في حاجة، ولكن دي كلمة حق لله قبل اي شيء. حضرتك النهاردة لما بتروح تشتري ارانب من عند اي حد، للأسف الشديد إن بيتنسب عليك. هتقول لي بيتنسب عليا في إيه؟ هقول لحضرتك بيتنسب عليك في إيه؟ أول حاجة بيبيع لك الأرانب، طبعا زيه زي أي حد، أكيد بيكسب في الأرانب، مفيش مشكلة. هو باع لك الأرنب السلالة اللي زي كده وكسب فيه كده، مفيش مشكلة. طب امال المشكلة إيه يا عم عصام؟ ان حضرتك لما بيبيع لك الارنب بيقول لك ما انت محتاج بطارية. طب ما البطارية انا بدل ما اشتريها من واحد صاحب مزرعة بيربي ارانب او من اي حاجة، طب ما اجيبها من مكان تصنيع البطارية. هي البطاريات دي مش لها مصانع كتير، واي حد فيكو يخش على جوجل في النت ويكتب مصانع بطاريات الارانب، هيظهر له في المنطقة بتاعته، سواء في اسكندرية، في المنصورة، في القاهرة، 100 مصنع ومصنع بيبيعوا بطارية أرانب بتشتريها منه بسعر مناسب. إنما صاحب المزرعة أو الكلام ده كله هو عنده مصنع بطاريات مكلفه ملايين عشان يطلع بطارية؟ طبعا لا. امال بيجيب البطارية منين يا عم عصام؟ ده هو حضرتك بيجيبها بالجملة من المصنع بتاع البطاريات، ويرجع يكسب منك تاني في البطارية اللي باعها لك. يبقى كسب منك في الأرنب وكسب منك كمان في البطارية، ويرجع يقول لك ده أنا عامل علف باسمي وعلف مش عارف نوعه ايه، والعلف ده 100. هو يا جماعة مصنع العلف ده بالساهل ان واحد ينشئ مصنع علف؟ يعني يبقى مزرعة ومصنع علف والكلام ده؟ مصنع العلف بيتكلف ملايين، وفي دكاترة كل يوم بتكشف وتشوف مكونات العلف سليمة ولا مش سليمة، وشغلانة كبيرة. فيبيع لك كمان علف الله أعلم عامله تحت السلم ازاي، ويقول لك العلف بتاعي مفيش زيه، يبقى كسب كمان معاك في العلف. طب يا ريت بقى كده كمان، وهي دي النقطة اللي هتزعل مني ناس كتير. ده في الاخر بيشيلك ادوية ب 300 جنيه او 500 جنيه، ويقول لك دي مهمة للارنب. ادوية ايه يا عم الحاج؟ هو انا اساسا مشتري من حضرتك ارنب جربان او ارنب عليان عشان تديني ادوية؟ يقول لك لا ده مهمة جدا، ده ادوية للجرب، ودي ادوية لالتهاب العرقوب، وده مضاد حيوي، ودي فيتامينات، ودي املاح معدنية، والكلام ده كله، ويشيلك ادوية. طيب انا هقول حاجة وامر لله، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، انا جردل المية ده ما بحط فيه اي ادوية او فيتامينات او اي حاجة. انا اول ما بدأت جديد من اكتر من 3 سنين اتضحك عليا برضو، واشتريت ادوية والكلام ده كله، حتى مضاد السموم الازازة اللي هي بروحين دي كنت بجيب المستورد منه ب 300 جنيه، الكلام ده من اكتر من 3 سنين. النهاردة حضرتك عشان تجيب مضاد سموم بنفس المواصفات السليمة، الازازة الواحدة اللتر تمنها 700 جنيه. حد هيقدر يشتري الازازة دي؟ لا. طب الناس النصابة دي بقى بتعمل ايه؟ معبين لك مية بلون الله اعلم معبين ايه،
وبيبيعوا اللتر ب100 جنيه ويقول لك ده مضاد سموم مهم جدا ولازم تنزله، وهو لا مضاد سموم ولا نيلة، ده هي مية ملونة وبيبيعوها وبيضحكوا على الناس. اوعى تشتري اي ادوية، الادوية الحقيقية اسعارها غالية جدا جدا جدا. طب انت تعمل ايه؟ اهتم بالنظافة واهتم بالتهوية وما تديش اي حاجة تاني. قسما بالله العظيم الجردل ده ما بنزل فيه ولا ادوية ولا فيتامينات ولا اي حاجة. امال انت بتعمل ايه يا عم عصام؟ هقول لحضرتك انا بعمل ايه. انا باكل علف نضيف. شوف حضرتك نوع علف نضيف واكل منه. هقول لك على حاجة وتأكد ان كنت انا بتكلم صح ولا غلط. حضرتك اي نوع العلف اللي انت بتأكله هتلاقي جوه شكارة العلف نشرة زي النشرة دي كده، يقول لك مكونات العلف. هتلاقي مكتوب فيها ايه؟ فول صويا ودريس برسيم حجازي ونخالة قمح ومجموعة اعشاب طبيعية وذرة صفرة وبروتين خام والياف خام وطاقة مهدومة ومنشط نمو ومضاد فطر وسموم وليسين وخمائر جافة وهيسيلينيوم عشان معدل الخصوبة يزيد، وثنائي فوسفات الكالسيوم عشان زيادة إدرار اللبن. لما كل المكونات دي أساسا موجودة في العلف. خد بالك بقى من كلامي، لو الشركة دي مش نصابة أو العلف ده مش نصابين، يبقى فعلا الأرانب بتاعتك هتبقى كويسة جدا ومش هتحتاج لأي أدوية ولا أي حاجة. حضرتك اتأكد بنفسك، اوعى تشتري أدوية، اوعى تشتري فيتامينات. المفروض ان كل الحاجات دي موجودة في العلف. نصيحة مني عشان زيادة التكاليف، لا تنزل رفع خصوبة ولا الكلام ده. المفروض العلف لو هو نضيف وسليم بيغنيك عن كل الكلام ده. يبقى حضرتك بتشوف نوع علف كويس بتأكل منه وربنا هيكرمك آخر كرم، ومن غير أدوية ومن غير أي حاجة. اوعى حد يضحك عليك، اوعى حد ينصب عليك وتشتري منه أرانب ويقول لك اشتري مني الأدوية دي. هو الأرانب انت واخدها منه عينة؟ هو واخدها منه صحتها تعبانة؟ لا طبعا. المفروض الأرنب زي ما انت شايفه كده قايم بنفسه، علف نضيف، نظافة، تهوية. الأرنب نايم مأنتخ ومية مية. الكلام بتاعي ما يزعلش حد، يمكن يزعل الناس اللي بتبيع أدوية، يمكن يزعل ناس كتير، ولكن أنا بتكلم الكلام اللي بيرضي ربنا. النهاردة عشان أنا شكارة العلف وصلت 335 جنيه واجيب تاني جنبها أدوية والكلام ده كله، يبقى أنا بتنسب عليا، يا بيتنسب عليا في العلف يا بيتنسب عليا في الأدوية. أكل علف نضيف ربنا هيكرمك، هتستغنى عن الأدوية. اوعى حد يقول لك اشتري أدوية وتشتري منها أدوية. لو ظهرت عندك حالة جرب بتضطر تجيب ايفوماك، بتجيب منجسايد، بتجيب الحاجات دي. انما انت بادئ المشروع لو بدأت صح وبعلف نضيف ربنا هيكرمك اخر كرم. وفي نهاية الفيديو بتمنى لكم كل خير وسعادة، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي واحترامي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.